في فضاء الإعلام تتألق أسماء وتخلد بصمات، ومن بين تلك الأسماء يبرز صوت نسائي يحمل في نبراته شغفاً وفي كلماته مسؤولية. منى العيد إعلامية سعودية ومقدمة برامج في إذاعة جدة، تجيد مخاطبة العقول والقلوب، وتؤمن أن الإعلام رسالة تتجاوز حدود الميكروفون. في رحلتها الإعلامية كانت منى صوتاً حاضراً في أبرز المحافل. أدارت جلسات حوارية في مؤتمر ومعرض الحج 2025 بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، ووقفت على منصة التخرج لتقديم حفل كلية البترجي للعلوم الطبية لعام 2025 بأسلوب يجسد أناقة الكلمة ورقي الحضور. تمتاز بقدرتها العالية على التواصل ومهارتها في بناء محتوى إذاعي وصحفي هادف يعكس وعياً ويصنع تأثيراً، ولأن التميز لا يصنعه الصوت فقط بل ما يحمله من فكر ورؤية، فقد توج عطاؤها بعدد من الجوائز الرفيعة: الجائزة الفضية من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس عام 2021 عن برنامج سعودية، الجائزة الذهبية في ذات المهرجان عام 2022 عن برنامج الحج الذكي، جائزة التميز الإعلامي من وزارة الإعلام عام 2024 عن برنامج عطايا الله. منى العيد لا ترى في الإعلام مهنة فحسب، بل رسالة تتطلب الصدق والإبداع والمهنية، وهي المبادئ التي بنت عليها مشوارها. وتؤمن أن الإعلام الناجح هو الذي يعكس هوية الوطن ويعبر عن مجتمعه ويسهم في صناعة وعيه.